السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيكة بالعسل الاسود والسوداني خطيرة. شايفين شكلها عامل ازاي؟ شايفين قد ايه انا مطلعه لكم قطعة، وشايفين قد ايه هي هشة ولذيذة جدا جدا. شايفين جمالها؟ ما شاء الله اسفنجية وناجحة. وعملنا ما شاء الله صينية كبيرة بكوبايتين بس من الدقيق. مفيش اسهل من كده، وان شاء الله مكوناتها موجودة عندنا في البيت. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر، ولو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة بعملها بجيب الصينية اللي انا هعمل فيها الكيكة بتاعتي، وابتدي انزل فيها بمعلقة كبيرة كده من السمنة. وابتدي ادهن الصينية بتاعتي كويس جدا بالسمنة. ادهنها كده عشان لما اجي اقلبها اضمن ان الكيكة هتنزل معايا بمنتهى السهولة وما تكونش لازقة في الصينية بتاعتي. خلاص. مش شرط يعني ان لازم تبقى تيفال عشان خاطر الكيكة تنزل بحلة، لا ممكن تبقى ألمونيا بس دهنيها سمنة كويس، مادة دهنية. فهتنزل معاكي مش محتاجة اي حاجة. بعد كده هجيب شوية من الدقيق وابتدي ابطن بيها الصينية بتاعتي. خلاص اهو. والزيادة خلاص بستغنى عنه، انا كده بمرر الدقيق في كل حتة في الصينية. والزيادة خلاص مبقاش عايزاه. بعد كده بقى ده سوداني مجروش سوداني، او هاتي سوداني عادي وقشريه وكسريه. ابدأي انزلي فيه في قاع الصينية كده على التبطينة اللي انا عاملاها. خلاص. الوصفة يا جماعة حلوة جدا، عايزاكم تتابعوا معايا الفيديو للآخر. وطبعا لو لسه ما حطوش اللايك انزلوا بسرعة حطوا اللايك عشان يقدر الفيديو يوصل لأكبر قدر من الناس، ان شاء الله يجربوها وتعجبهم جدا. هبتدي بقى اركن الصينية بتاعتي كده على جنب، وتعالي بقى هاتي الخلاط نبتدي بالخليط السائل. هنا انا عندي كوباية من اللبن. قبل ما ابتدي اعمل المكونات دي كلها، شغلي الفرن بتاعك على درجة حرارة 180، لازم الفرن بتاعك يكون سخن. بعد كده هنزل باتنين بيضة بدرجة حرارة الغرفة. يبقى كوباية من اللبن وانزلي باتنين بيضة. بعد كده بقى معايا عسل اسود. ده بقى اللي هيحول لي بقى الكيكة النهاردة الكيكة تحفة غير الكيكات اللي احنا متعودين عليها. عايزة نص كوباية من العسل الاسود، نص كوباية. خلاص انا كده بعاير نص كوباية اهو. وهبتدي انزل بالنص الكوباية اهي على الخليط بتاعي. الخليط بقى نفسه كده وانتي بتعمليه لسه في الخلاط بقى يعني ريحته لذيذة جدا، ريحته حلوة قوي. خلاص كده نزلت بالعسل بتاعي. بعد كده عندي نص كوباية من السكر البودرة، نص كوباية من السكر البودرة. بعد كده معايا نص كوباية من السمنة. شايفين؟ طبعا السمنة بتسيحيها عشان تعرفي تعايري النص كوباية كويس، ما تحطهاش متجمدة كده. عندي بقى معلقة الرفع اللي بترفعلي جدا من الكيكة وبتخليها هشة، معلقة الخل. مش عايزة اقول لكم المعلقة دي سحرية. وهقول لكم على مكون تاني برضو سحري بس بنحطه مع الدقيق، بيرفع حلو جدا مع الوصفة بتاعتي. بما اني حاطة 2 بيضة انزلي ب2 من الفانيليا. ادي ظرف وادي الظرف التاني اهو. ونبدأ بقى نضرب الخليط السائل ده مع بعض. خلاص كده ضربت اهو، شايفين شكله عامل ازاي؟ ريحته يا جماعة خطيرة بجد حلوة قوي. نركنها ونبتدي ننزل بالمكونات الجافة بتاعتي. مهم جدا ان احنا ننخل الدقيق، بيدخل هوا في الكيكة وبيخليها هشة زي ما انتوا شفتوا. هننزل بكوبايتين بس من الدقيق. كوبايتين من الدقيق عليهم كيس من البيكنج باودر، كيس كامل كده. طبعا عليهم رشة ملح بسيطة. وهقول لكم بقى على مادة الرفع بتاعتي اللي انا بستخدمها في الدقيق. طبعا ده سوداني، فالسوداني بيبقى تقيل، فعشان نضمن ان الكيكة بتاعتي ترفع معايا حطي اقل من ربع معلقة كربونات. اقل من ربع معلقة كربونات، او زي ما بيقولوا كربونات الصوديوم. حاجة بسيطة جدا بترفع معايا وبتخلي الكيك برضو هش جدا. مهم جدا برضو ان احنا ننخله عشان الدقيق يكون معاكي هش كده زي ما انتوا شايفين. نبتدي بقى نجيب الخليط السائل ننزل بيه على الخليط الجاف. نبتدي بقى نقلبهم مع بعض كده. نجيب بس اسبتيوله، وابتدي بقى بسبتيوله كده عاديه. وابتدي اقلب فيه اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين اهو.
وانتي بتقلبي طبعا ايديكي تتغوط تحت كده عشان ما يكونش فيه دقيق مركون على الجوانب، ولما اجي انزل في الصينيه الاقي الدقيق نازل لي. لا، انا عايزه كله يبقى خليط متجانس، خليط واحد مفيهوش دقيق خالص. تمام، بنقلب بقى بسرعه كده، مضرب سلك او معلقه عاديه زي ما انتوا شايفين سبتيولا، مع التقليب المستمر. بصوا شايفين الدقيق اللي بيطلع من الجوانب؟ عشان كده بقول لكم حاولوا اضغطوا ايديكم لتحت عشان لو في دقيق تطلع. تمام اهو. نبتدي بقى نقلب كده لحد ما يبتدي ينعم معايا اهو، زي ما انتوا شايفين كده. كده خلاص نعم معايا اهو. ابتدي بقى ايه، اخد الخليط التحفه ده وانزل بيه، ولما انزل بيه بالراحه واوزعه عشان الخليط بتاعي سميك، مش عايزاه يقعد في حته والحته التانية، عايزه كله نفس الارتفاع. تمام، شايفين الخليط عامل ازاي؟ بالراحه كده مرريه على السوداني بتاعي. طبعا مشغلين الفرن زي ما اتفقنا على درجة حرارة 180، ومحضرة طبعا الشبكة بتاعتي في الرف الوسطاني. هبتدي انزل بقى ايه بالخليط بتاعي كده زي ما انتوا شايفين، وابتدي بقى ان انا بالراحة كده اساوي الصينية، اهز الصينية كده واديها خبطتين على الرخامة كده عشان يبتدي ان هو يطلع معايا الارتفاع واحد، ما يكونش حتة عالية والحتة التانية اقل. تمام اهو. خلاص، مفيش اسهل من كده يا جماعة، ريحتها تحفة، ريحة الخليط نفسه تحفة، ولسه ما دخلتهاش الفرن. هدخلها الفرن وارجع اوريكم شكلها. شايفين بقى شكلها قمر، تحفة ومستوية. حطي كده خلة او سكينة في النص وشوفي لو ما طلعت من غير عجين تعرفي ان هي استوت. جاهزة جدا. عندك بقى طبق كبير هبتدي ان انا اقلبها عليه عشان تشوفوا بقى منظر السوداني من تحت. ما عندكيش، انا قلبتها على ظهر صينية اكبر. شايفين جمالها؟ حلوة جدا، حلوة ولذيذة وخطيرة وتحفة، هتعجبكم جدا. بصوا شايفين هشة ازاي؟ حلوة جدا يا جماعة، لازم تجربوها. دي بقى جنب كوباية نسكافيه او شاي بلبن الصبح تبقى تحفة. شايفين جمالها؟ عايزة بقى اقطعها معاكم كده واوريكم شكلها وقد ايه هي هشة ولذيذة جدا جدا. ويلا بقى نجيب الصينية، بقى نجيب السكينة ونقطعها كده. بصوا الارتفاع بتاعها. طبعا لو حابين انها تطلع مرتفعة اكتر من كده تقدروا ان انتوا تحطوها في صينية اصغر، مفيش مشكلة خالص. طبعا باينة جدا وانا بقطعها ان هي هشة جدا وتحفة. قطعيها بقى التقطيعة اللي انت عايزاها بالحجم اللي انت عايزاها، يعني هي حلوة جدا يا جماعة. اهو تيجي بقى اقطع كده واطلع لكم قطعة. بس طبعا ما تقلبوهاش على حاجة غير لما يبقى الوش برد خالص، لان الوش طبعا لما بيبقى سخن بيلزق في الناحية اللي احنا يعني قلبناها عليها. فاصبروا عليها لما تبرد خالص. بصوا هشة جدا جدا ولذيذة جدا خالص. يلا بسرعة جربوها. بصوا ما شاء الله حلوة. اشوفكم في وصفة جديدة وباي باي.